لو انت داخل الفيديو ده على امل انك هتشوف حاجه مفيده فلا، الفيديو ده اصلا مش عايزه يتشهر، فاتمنى تعمل ديسلايك وانسبسكرايب واشتمني في الكومنتات. ايه هو معنى مسلسل؟ ايه معنى مسلسل؟ شات جي بي تي بيقول ان معنى، اقفل شات جي بي تي، بص خدها من ابو العرب. معنى مسلسل هو مجموعه افلام، بس كتير كتير كتير، بيبقى عندك فرصه اكبر في انك تلعب في السكريبت، تلعب في الاحداث، تخلي الاحداث بتكمل بعض. انت كده كده عندك نقطه ما فهتوصل لها، انت اللي بتختار توصل لها ازاي. الموضوع سهل فشخ، انت اللي بتحدده. مفيش حاجه، مفيش حد جه وقال لك انت هنا انت هتعمل مسلسل كده. لا يا معلم، دي حاجه فنيه وبتاعتك فشخ، عندك مساحه تعمل فنيات براحتك بقى. يعني معاك 15 حلقه، كمان ما كانتش 15 حلقه، كانت 30. مؤخرا ظاهره ال 15 حلقه دي بدات تنتشر. فالموضوع سهل فشخ، حرفيا حد بيديك كوره بيوقفك قدام الجون بيقول لك يلا شوط، الجون فاضي اصلا، فاحتماليه انك ما تصيبش مستحيله. شوف بقى المستحيل ده عملوه الموسم ده. الفيديو بتاع النهارده ده تافه، مفيش سكريبت حتى، كنت ناوي اكتب اسامي الحاجات اللي اتكلم عنها بس يعني كسلت بصراحه. فلو مستني حاجه مهمه تتقال هنا، لا انا قاعد عادي، ما بتكلم بالحب فشخ، اعتبرني قاعد معاك على القهوه. عندنا 4 مسلسلات سيئين جدا، مش سيئين جدا بصراحه، انا يعني بحب احنيك يعني الكلام. عندنا 4 مسلسلات هم اللي انا اتفرجت عليهم، وفي مسلسلات اتفرجت على حلقتين 3 4 5 منهم، يعني ما اتفرجتش عليهم كلهم. اصلا الفيديو ده بيتصور قبل ال 15 حلقه ما يخلصوا بتوع الموسم الاول، الجزء الاول من رمضان، ما رمضان جزاء رمضان ولاد اللعيب. عندنا 4 مسلسلات، اعمل لي يا اسطى عليهم بلور، فاهم؟ انت تمنتج كده، اعمل بلور هنا هنا وهنا، فاهم؟ علشان ايه؟ يتحمسوا بقى، يعرفوا هم ايه بقى، فاهم؟ خليك يوتيوبر. ال4 مسلسلات اللي معانا هنرتبهم من الأسوأ للأحسن، فيلا نخش في الفيديو و تشد ديسلايك. اول مسلسل معانا هو متخيل سوا سوا، ومش علشان وحش، هو المسلسل انا مش حاطه اوحش حاجه علشان هو وحش، بالعكس مسلسل جامد فشخ، بس فيه غلطات كتير قوي. انا حاطه اسوأ واحد مش علشان هو وحش، علشان كان عنده فرصه ان هو يكون حلو وما استغلهاش، كرف لها تماما. جات لك فرصه انك تشوت والمرمى فاضي وانت بتجري، اتزحلقت على وشك وقعت على الارض، الناس كلها قعدت تضحك عليك. وبصراحه مش سيء للدرجه، ودي نظره فنيه، لكن لو بتتكلم على العموم واحد عايز يتفرج وينبسط عادي، يعني فيها ايه؟ فاهم؟ ما فيهاش حاجه. المسلسل شكل كلمه حل. تعال نقسم السياقات اللي المفروض بتتكتب. عندنا نقطه بدايه ونقطه نهايه. نقطه البدايه مش محتاجه تتشرح، فنروح لنقطه النهايه. عندنا رقم 1 ورقم 2، هتعمل ايه علشان توصل ل2، ودي القصه. تعال نتفق ان التعبير اللي انا اقولها دي مش حقيقيه، مش حقيقيه، مش موثوقه، تعبير بستخدمها انا في اوضتي. نقول مثلا ايا كان اللي انت عايز تعمله ده، الفيديو، المسلسل، الفيلم، ايا كان، بيبقى عباره عن نقطتين، 1 و2. علشان توصل من 1 ل2 هتورينا ايه؟ ده المسلسل او الفيلم او الفيديو، نقطه بدايه ونقطه نهايه. انت اللي تتحكم في الحل ده هيكون بعيد قد ايه. هنا بتيجي المعادله اللي بتظبط ده، انك ما تافورش وفي نفس الوقت ما تجيبهاش بدري، عشان مش هيبقى خلاص المحتوى راح سواء. ده انتوا قطط ولاد في حاجات حلوه في المسلسل زي الشخصيات نفسها، مش بياخدونا يرمونا مع الشخصيات كده. يا ابني ما يا ولاد قطط وكلاب وواحد بيقفل المحل بتاع ايه ده؟ عادي عادي، مفيش حاجه، في حاجه مفيش حاجه. تخيل ان انا موقف فيديو عشان في قطط بتعارك في الشارع، يا رب حد يقتلهم ولا حاجه، استغفر الله في رمضان، حرام حرام. كنت بقول ايه؟ دي مشكله انك تسجل فيديو من غير سكريبت، ما بتبقاش عارف انت فين. واحد وقع طبق في الشارع. يلا، الشخصيات في المسلسل ده اللي عجباني ان هم ما بيرموناش، بيجيب لك الشخصيه وبيعرفك ماضيها، ولو الشخصيه دي شريره فبيعرفك هو ايه اللي وصلها لكده. عندك شخصيه نجوى اللي بتتصنت على الناس وبتاخد منهم فلوس وبتساومهم بالمعلومات اللي عارفاها عنهم علشان تاخد منهم فلوس. ايه اللي وصلها لكده؟ زمان هي كانت فقيره جدا جدا، فكان عندها خوف من الفقر. كذلك دكتور فوزي اللي وصله لكده امه اللي كانت حبساه وهو صغير. ابو احلام مثلا، ابو احلام اللي وصله لكده ان احلام ضيعت ابنه وهم صغيرين. فدي الحاجه الحلوه في الكتابه، وللاسف هي دي الحاجه الحلوه الوحيده في كلها بقى. عندنا الف، عندنا ب، علشان نوصل لالف وب هنمشي، هنعدي عادي، بنعدي. لا ازاي نعدي كده ليه ما نلفش ونرجع ونروح من الشارع اللي ورا، بعد كده نلف تاني، بعد كده نروح تاني. ابراهيم واحلام يعملوا العمليه ولا لا؟ شفت اجابه سهله فشخ ازاي، يا يعملوها يا لا. احنا هنخلي ابراهيم مره يقبل ومره يرفض، مره يقبل ومره يرفض، وفي الاخر مش هيحصل حاجه. اللي مش هيحصل حاجه اللي انا قلتها في النص دي فيها حلقتين، فالمسلسل فيه كتير من اللي مش هيحصل حاجه. اول مره دكتور فوزي بيروح له فبيقول له هاخد عينك مقابل ان انا اعمل لاحلام العمليه، بسيطه وسهله فشخ. ليه بقى؟ ازاي نخلي ابراهيم يرفض، بعد كده يروح يشوف التامين بتاع التريلا بتاعت ابو احلام، فنخلي دكتور فوزي يروح يبوظ حوار التامين ده بمعارفه، فنرجع تاني لحوار ابراهيم انه يقبل ولا يرفض بمساعده فوزي علشان ياخد منه عينه ويعمل لاحلام العمليه. خلصنا بقى، خلاص بقى لا خلاص ازاي يعني؟ خلاص ازاي خلبوس؟ شكلك عاوز تمشي، شكلك عاوز تاكل كنافه وتروح تنام. لا مش هخليك تنام. فاللي بيعمله انه بيرجع للدكتور تاني يقول له خلاص انا موافق تعمل العمليه، فبيروح بالفعل علشان يعمل له العمليه. قال ايه بقى؟ هو فاق من البنج بقى في النص. قال ايه؟ هو فاق كده من البنج. الحوار ده مضايقني فشخ، الحوار ده مضايقني فشخ. نقطه انه فاق من البنج دي يا جدعان ما ينفعش، مش منطقي ان حد يفوق من البنج. انت متخيل ان هو يفوق من البنج في نفس اللحظه اللي المفروض حد يحط حاجه في عينه وياخدها؟ انت فاهم؟ ما كنتش ينفع اعمل الحركه دي، صح؟ انا اسف.
خلاص بقى عرفنا ان العمليه نجحت. لا ازاي اكلت الكنافه عايز تنام يا خلبوز شكلك. ففاق من البنج وراح لاحلام، فعرفنا من الدكتور ان احلام تعبت قبل ما تعمل عمليه فاجلوا العمليه بتاعتها شويه. ليه بجد والله التعب ده كله اللي هو 1 ايكوال 2، 1 ايكوال ربع وربع وربع 2. فاكر لما قلت لك انك عاوز توصل للهدف من 1 ل 2 فالمفروض انك بتتحكم هتوصل له امتى. حتى بالاماره قلت لك ده معنى الحلب انك تطول. ده مش معنى الحلب، ده الحلب، ده سوا ايكوال حلب. انا مش مهتم والله، ما مهتم ان عظيمه متجوز واحده اربعينيه مطلقه وبيمارس معاها الشاي بلبن. مش مهتم، مش ما حدش مهتم، ما حدش مهتم. بمناسبه مهتم ولا لا، ليه عامل نص ساعه يا فاجر يا فاجر، نص ساعه يا فاجر جايبهم لي وهم بيزعلوا على جد ابراهيم يا فاجر. والله ما مهتم يا عم، ما يموت ولا يتحرق ماليش دعوه. فاكر عشان كلمتين المحن اللي قالهم في المسلسل خلاص انا حبيته؟ لا لا يا جدو ما تموتش ارجوك. فلا انا مش ما اشتريتش بصراحه، انا ما اشتريتش ان هو جده مات فتقعد نص ساعه كل شويه يجي ابراهيم ينكش في امير فيتخانقوا مع بعض، تحصل اوت اوف نو وير فشخ. والنبي اخويا هيما ممكن تناوليني الريموت اللي جنبك ده بس كده؟ خد يا حبيب اخوك، خد دي يا ابن المرأة. الحاجات دي وحشه جدا. خناقه امير وابراهيم دي فيها 5 دقايق. الكام مشهد اللي بتجيب لي فيها عظيمه ونجوى بيمارسوا الهيخو دي فيها 5 دقايق برضه. 5 دقايق ابراهيم، 5 دقايق احلام، 5 دقايق نجوى، 5 دقايق امير، ايكوال تلت ساعه. تلت ساعه في تلت ساعه في تلت ساعه. معلم ده الحلب ده خد 3 حلقات. في حلقه منهم على جد ابو ابراهيم. في النهايه انا حطيت مسلسل سوا في الاخر علشان هو مش مسلسل وحش، علشان كان عنده فرصه قويه يكون من التوب 3 في المسلسلات بتاعه رمضان السنه دي وما عرفش يعمل ده. دي حاجه تضايقني وتخليني برغم ان انا بحبه اكنسله واحطه على جنب. رقم 3 مسلسل فخر الدلتا. بص انا المسلسل ده مش هتكلم عليه كتير خالص. المسلسل ده عباره عن انك بتاخد حد ناجح في مجال ما وعايز تنجحه في مجال ما بالعافيه، بس مش هيحصل. هي مش بالعافيه. مش معنى ان رمزي ناجح في السوشيال ميديا اننا نجيبه اول حاجه يعملها في حياته مسلسل، فدي حاجه سلبيه جدا. رمزي جميل، رمزي بيعرف يمثل، رمزي جامد فشخ. التيم اصلا عباره عن ناس ناجحين فشخ في السوشيال ميديا، هادي بسيوني، احمد رمزي، وفي 2 انا بحبهم فشخ برضه، احمد البخاري ويوسف الفن. ما بحبش احمد البخاري يعني بس مش هقول. فتيم اغلبه ناس ناجحه. انا دلوقتي اجيب طيار واقوم حاطه في مطعم بيتزا واقول له اشتغل اعمل لي واحده سوسيس يا ابني، ما تمشيش كده خالص. او الطيار ده طيار فاجر مش معنى كده ان هو هيجي هنا يعمل لي بيتزا حلوه، فبرضه دي حاجه مش مفهومه. وبصراحه علشان ما اكونش ظالم حد، مسلسل فخر الدلتا انا ما شفتش منه غير كام حلقه بصراحه. وبالمناسبه هو مش وحش، انا هفهمك. عارف لما تكون في دماغك حاجه جامده فشخ، في دماغك جامده فشخ وتيجي تعملها تلاقيها ايه القرف ده؟ هو مش قرف بصراحه. بص هو المسلسل افريج جدا، اصل انا فاهم فكرتهم، انا فاهم في دماغهم هيعملوا مسلسل عامل ازاي، بس ما صابتش، ما جاتش خالص. هم نفسهم حاولوا يعملوا حاجه زي اللي بتطلع على السوشيال ميديا بتاعت احمد رمزي، الحاجه دي طلعت دمها تقيل جدا جدا جدا. يا جدعان في حاجات ما ينفعش تطلع فوق، ما ينفعش تفنسي خالص. في حاجات متشعبله ولازم نخليها متشعبله، ما ينفعش ما نشعبولهاش. هديكم مثال، عندنا في الشارع هنا في محل كشري غالي فشخ، كشري بيبيع كشري اسمه كشري لا الكشري عندهم حلو فشخ، بس المحل من جوه نضيف. مش هينفع، مش عايز النظافه دي، انا عايز الجلخ اللي بيبقى في الكراسي انا عايز القرف ده. انا بحب النتانه دي. اتفاهم جدا لو ده كان مطعم بيتزا هروح اكل فيه. الرعب ده يا اسطى يا ربنا. تعالى احكي لكم بالمره اللي بيحصل معايا. الفيديو ده عشوائي فشخ بس يعني يلا. في واحد جارنا عندي سماعه انا سبيكر كبيره، فهو انا ينفع افضحه ولا لا؟ لا يكون عارفني بيتفرج عليا. هيشغل مهرجان دلوقتي. يا اسطى بسجل حبيبي. لا احكي لكم اللي حصل هنا. السبيكر اللي عنده نفس السبيكر اللي عندي، نفس الاسم. هو كل شويه شغل عندنا مهرجانات. صحاني من النوم 3 الفجر قبل كده وانا كنت نايم يعني، وشغل اسلام كابونجا الرايق، كان بيشغل اسلام كابونجا وصحاني من النوم. فايتين العبث والله. الفيديو ده عشوائي فشخ. المهم يعني بعيدا عن العبث اللي حصل ده، انا كنت بقول ايه؟ محل الكشري ده حلو الاكل بتاعه حلو، بس بدخل ما بلاقيش فيه زباين. انا دخلت الناس رحبوا بيا قوي، اعتبروني اللي ايه ده يا ابني انت جاي دقيقه كانوا هيفرشوا لي ريد كاربت ويقولوا لي عدي. محدش بيروح لهم خالص، مش علشان هم وحشين، بالعكس اكلهم حلو جدا. الكشري ما ينفعش يتاكل غير وهو معفن، مش هو اللي معفن. اوعى تكون بتاكل حاجه معفنه. في حاجات ما ينفعش نجيبها من تحت ونطلعها فوق، هي لازم تتشعبل كده. يعني انت لو ما شعبولتها ما شعبولتهاش ما تنفع. ما ينفعش تجيب حد وتحطه قدام كاميرا وتقول له يلا ها يلا، ده ما بيحصلش على ارض الواقع اطلاقا. فانا شايف ان مسلسل فخر الدلتا مسلسل كويس جدا، في حاجات كتير كويسه، بس في للاسف ناس ما بيليقش عليهم ده. الافيه اللي انت قلته قدام الكاميرا الغاليه فشخ ده اقسم بالله ما هيجيب معايا قد الافيه اللي كنت بتصوره بتليفون اكس اس ار اكس اس. من الاخر ده كان رايي الشخصي في مسلسل فخر الدلتا اللي انا ما شفتش منه غير كام حلقه بالمناسبه، ولو فعلا بقى احسن بعد الحلقات اللي انا قلتها دي فاتمنى يفضلوا على كده لحد الباقي، وده طبعا مع احترامي الكامل لفريق العمل كله. رقم 2 ما بقاش رقم 2 علشان هو رقم 2، رقم 2 بقى رقم 2 علشان ما فيش غيره، يعني ما فيش خلاص. مسلسل هي كيمياء تاني محاولة رجع لنا الشعبولة فانسي. انت ما ينفعش تشعبل الفانسي وما ينفعش
فانس الشعبي. مصطفى غريب مش منطقي دور تاني، مش طبيعي، راجل مش طبيعي. انا بحبه هنا، انا بعشقه هنا، راجل جامد هنا. مصطفى غريب ما ينفعش غير عربي، مهما حاولت تخليه مش عربي مش هينفع، ما يبقاش عربي. هو عربي واتخلق علشان يكون عربي، هتخليه فانسي ما ينفعش، لازم عربي متشعبي. انا حبه كده، انا حبه وهو عربي، انا حبه وهو دور تاني، انا حبه وهو راجل جنب راجل، انا حبه وفي حد بيبصيله، مش حبه وهو مستني الباصه من حد، مش حبه وهو رايح يشوط لوحده، مش حلوه. وفي المسلسل كان اللي بيدي فيدباك بين مريم الجندي. مريم الجندي تمام والله ما عنديش مشكله، بس لا مش عايز، انا عاوز هشام ماجد. تعالى افهمك بتمشي ازاي. عربي كاركتر هلس على الله، فمحبوب محبوب، هو محبوب عشان صح بيعمل ده صح. تعالى اقول لك ليه في نجاح كبير في اشغال شقه. اشغال شقه الافات اللي كانت بتقال في كرنج فشخ، بس بتضحك لانها اتعملت صح. عملوا الوحش حلو فبقى حلو. هنا بقى دي الحاجه الوحيده اللي ينفع فيها تشعبوله الفانس. معانا الكاركتر الاول عربي الهلاس اللي بيحب يهزر ويضحك. الكاركتر الثاني هشام ماجد الدكتور الجد. الرياكشن اللي بيدولي هشام ماجد هو ده اللي انا عايزه. مفيش حد فيهم بيضحك، الضحك هنا عليا انا، دور بقى عليا انا. ليه مريم الجندي تضحك في الافات بتاعت مصطفى غريب؟ انا مش عاوزها، مش سيبيني انا هضحك، انا دوري، انا دوري ده، انا دوري دي علاقتي بين انا ومصطفى غريب. فحسيت بغيره بصراحه من مريم. مصطفى انا بالنسبه لك ايه؟ طالما في حد تاني بيضحك على افاتك فانا بالنسبه لك ايه بقى؟ حدد مصير علاقتنا دلوقتي. بس دي مشكلتي مع مصطفى غريب، ان هو ينفع دور تاني وحلو فشخ، شاطر فشخ في انه يكون دور تاني، ما ينفعش نجيبه ونخليه دور اول. بالمناسبه برضو انا ما اتفرجتش على كتير من المسلسل هي كاميا، بس ده الفيدباك اللي انا اخدته عنه. كل المسلسلات دي افريج جدا، بس في حاجات ما بتبقاش لايقه غصب، ما بتبقاش لايقه، مش علشان في حاجه غلط، لا هي اتخلقت مش لايقه. دي مشكلتي مع مسلسل هي كاميا، ان انا مش متقبل مصطفى غريب وهو دور اول. يعني انا مثلا الافيه بتاع ايدي مش فاضيه، قالت له ليه؟ قال لها لا اسمها في ايدي. عفوي عفوي. الرياكشن ده انا ما كنتش هعمله لو كان في مسلسل اشغال شقه. ليه؟ الافيه يقرف، بس لو اتحط في مكانه الصح هيبقى حلو، غصب هيبقى حلو، انت كمشاهد هتحبه. فبس كان معانا تاني مسلسل هي كاميا. مسلسل جميل لطيف، بس مش ليا كمشاهد بيحب الهلس والحاجات اللي بتضحك. صح خدت بالك؟ صح. نيجي لرقم واحد واللي كسبان معانا من المسلسلات اللي شفتها لحد دلوقتي، مسلسل عين سحرية. مسلسل مش منطقي، فيه ابداع مش طبيعي. الممثل بتاعي المفضل في الجزء الاول من مسلسلات رمضان هو باسم سمرة، عشان المسلسل ده عمل ابداع مش طبيعي، راجل مش طبيعي. عصام عمر مبدع مؤخرا. عمر شريف مبدع. عمر شريف مش طبيعي، يمكن هو من اصغر المواهب اللي موجوده، بس جامد فشخ، راجل جامد فشخ. ابداع في كل حاجه. الخطوط قدامك مرسومه واضحه، حتى الحاجات اللي مش واضحه وفي حاجه تانية بتسندها، فبالتالي انت بتكون فاهم كل حاجه وبتفهم الحاجات اللي باقيه في المستقبل مع نفسك كده. مسلسل مش طبيعي، مفيش عليه كلام كتير، مفيش عليه اي كلام وحش، مفيش عليه اي كلام سلبي لحد دلوقتي. انا لسه ما كملتوش، هو لسه بيتعرض اصلا. فلا مسلسل جامد جدا، انا عامل عنه ريفيو كامل، الحاجات دي ان شاء الله هتنزل. الاخراج من سدير مسعود مش طبيعي. الكادرات الجديده اللي محدش عنده الجرأه انه كان يستخدمها جامده فشخ، مفيش اي كلام عليه. حتى القصه متماسكه، في حاجات طبعا بس عادي يعني، اللي هي حاجه غلطات بسيطه قليله فشخ، فما مش فارق لي خالص. تقييمي للمسلسلات من ساعه عرضها لحد دلوقتي 4 من 10 سوا، 5 من 10 فخر الدلتا، 7.5 من 10 مسلسل هي كيمياء، واخيرا 9 من 10 مسلسل عين سحريه. تقول لي ليه مش 10 من 10؟ هقول لك انا ما اعرفش. فبس ده كان فيديو النهارده. ما تنساش تشوف قناه حكايه، قناه جامده فشخ بجد، بنحكي عليها قصص واقعيه وحاجات حصلت، فاتمنى تشوفها. انسى سبسكرايب، ديسلايك، اشتمني في الكومنتات. سلام.